علاش نشفى الشباب؟ لانه راهو في القيروان لازم نستنوا فهمتي معناتها الشباب معناتها عنده كله امل والكله معناتها فهمتي معناتها استشراف للواقع، لكن ثم فهمتي سلاسل قاعد مكتف بها الشباب. يدخل سريع صراحه هذا اذا كان ما نهارش هذا، خاطر اليوم نلقاهم معناتها فهمتي نلقوا معناتها ممثلين نتاع حي القيروان كونوا امل، تحليوا بالامل. ممثل بي اف بي ام في القروان معناها تعمل لقاءات مع الشباب تخرجوا حاجات خاطر الناس ما في بالهاش بالتشجيع. مش هي ريا باش نعطيك خاصيه انه بنك تمويل مؤسسه صور البوسطه يمول مؤسسه صور البوسطه اللي حجم استثمارها 100,000 دينار حتى ل 10 مليارات. ما نتصورش ثم واحد عنده نيه نتاع بعث مشروع باش يبعث في مؤسسه بالحجم هذا وهم تنقصوا المعلومه، لانه الفئه اللي نخصوها نحن بالتمويل هي فئه الشبان اللي عارفين المسالك وعارفين اليات التمويل. امنتوا انه الشباب يلزموا يبادر، لكن الشباب مش حاضر بكثافه، والشباب ظالي ما عينوش باش يبادر، يحب على مسمار في حيط. كيفاش نجموا نقاوموا عقليه المسمار في حيط؟ لازمنا اول حاجه نبدلوا العقليات نتاع الشباب. ديجا عملنا نحن ان طونكو حزب عملنا اكسيون اسمها من الاخر لازمنا نبدلوا العقليات، خاطر اذا ما تبدلش انت العقليات دونك باش نقعدوا في نفس العقليه. الشباب معناها يحب يقوم مأخر، يقوم العصر نتاع الصباح، يستنى حتى لين ياخذ مصروفه، يستنى حتى لين الدوله توفر له خدمه معناها باش يمشي يخدم. دونك من الاخر لازمنا نبدلوا برشا حاجات في الشباب. لازم الشباب يولي اكتيف، لازم الشباب يولي يعمل على روحه. الشباب لازم نعاونوهم باش ينجم يقوم معناها باش ليزيدي نتاعو يوليو سور تيران معناها يخدمهم سور قدام الولايات عندهم شهر رواج قلت لهم اجاو احضروا اليوم. فما ايكيب تنقلت لهم لكن ما فماش عباد. انت من جيتوا اليوم للندوه هذه عندك بروجي؟ عندي بروجي الكتريكو ميكانيك. كيفاش؟ احكي لنا عليه. انا نحب نخدم باش نحل كراج كبير اتوليي تصليح ضوء سيارات وميكانيك عام. قداش عندك وانت تحب تعمل هالبروجي؟ عندي بريسك 5 سنين 6 سنين. وعلاش لتوا ما عملت؟ خاطر فما مشاكل. فبرشا مشاكل. شنو هي المشاكل اللي تعرقل الشباب انه يعمل مشاريع؟ برشا حاجات انك تمشي باش تعمل مشروع، تعمل شهاده، تمشي تعمل حكايه، كل ما تمشي في وجهك ديما الباب مسدود. معناتها التمويل لا. تمويل لا، ما فماش تمويل. التضامن ما ولكش في فلوس. مشيت وما ولني حاجه. علاش بيه بنك التضامن في القروان ما يحبش يمول؟ علاش؟ والله التمويل الذاتي الاكثريه، وكي تجي معناتها تهز الشهاده. توا واحد بالله بطال منين يمشي يجيب التمويل الذاتي؟ هذيك المشكله وين؟ كي تقول له انت ما عنديش فلوس يقول لك لابد التمويل الذاتي. سمعت انت بالقرار التيلاني انه مش ينحيوا التمويل الذاتي؟ سمعت به وديجا تنحى وان شاء الله. تنحى نعم ان شاء الله. معناها تو بنك التضامن لقيت مع حل. ودي يلقوهم المساهمين. والله الصعوبات لقيناها في لونجاجمون نتاع الشباب. الشباب مازال ما عندوش ثقه في روحه. مثلا انت كمواثق كونكت في القروان مشيتش للمعتصمين قدام الولايه حكيت معهم؟ بصراحه لا، ونتاسف على هذه، نطلب السماح. ما عادش تعاود صرعتك. لا 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 لا، وقت اللي نغلطوا نقولوا فما حتى مشكل. خاطر توفق الشهر مش نمشي لهم اي نمشي لهم جميع. نمشي لهم انا وياك. ما جينا حتى ضرب وما حكي معنا حتى. اسمعني، المنظمين نتاع ندوه التشغيل قالوا انتم استدعوكم المعتصمين ورفضتوا تجيو. لا الحقيقه ما جينا حتى بشر وما اتصل بنا حتى طرف وما في بالناش بالبرنامج هذا اللي قلتوا لنا عليه. سي فوزي تفضل معنا. فوزي بوقيله ممثل كونكت في القروان. منظمه عرف كونكت هذه اسمها كونفدراليه المؤسسات المواطنه التونسيه، وفيها كلمه المواطنه هي اللي واحد. انا باش شيف دونتربريز هكا نخمم باش نعبيو، احنا خذينا على عاتقنا ان نكونوا مساهمين في تنميه بلادنا، نعطيو حق خدامنا وناخذوا حقنا، فهمت؟ معناتها تكون هي المؤسسه المواطنه، معناتها تكون كوريكت. ان شاء الله نمشيو لهذا الناس الكل ان شاء الله نحقوها. احنا في اطار هذا عملنا برنامج اسمه فنيتي، THNETE فنيتي .org. هذا رانا معناتها كلي عاملين كونفنسيون مع الكيو اف اف صندوق الصداقه القطري باش نحلوا 500 مؤسسه للشباب. معناتها ناخذوكم في تكوين الملف، باش تلقى ناس مؤطرين معاك يكونوك باش تكون البلان دافير نتاعك، وبعد عملنا اتفاقيات مع البنوك ومع المنظمات نتاع التمويل كيما البي تي اس، كيما انتربروندر، كيما التيسير، كيما البي اف بي ام واحد، وربطناهم بوقت خاطر في بالنا بكم فديتوا وتحط الملف ويتروح.
مثال في البي تي اس الملف ما يلزموش يفوت 45 يوم، في البي اف بي ام او 6 شهور واحد. بعد ما نكونوا الملف باش نمشيو للتمويل. انت تكون ملف تمشي تحطه في البنكه باش تلقى عباد تتكلم عليك وتعاونك باش تاخذ التمويل نتاعك. دوب ما تاخذ التمويل معناتها باش تلقى راجل اعمال باش يتبناك باش يأطرك فيما يسمى بالمونتورينغ، معناتها باش نأطروك باش اكلي تنجح في مشروعك. خاطر المشاكل اللي باش تعرفك انت انا عرفتك، باش ننصحك كيفاش تعمل كيفاش هذه اكلي تعاونكم في راس المال. وما ادراك ما راس المال. انا في عمركم حتى حد ما يعاوني في راس المال نتاعي، ما نجيبش راس المال نتاعي لما حوايج نمشي نروح. تو تبارك الله انتوما معناتها اللي تاخذ راس ماله وتخلصوا على 5 سنين ومن غير انتيريس في انتربروندر ويزيدوا يكونوك. راهو الحاجه الباهيه الكل التكوين. انا اللي راها اللي تعملوا فيه هذا مش الحل. الحل بارك الله فيكم على العزيمه وخذيتوا قرار باش واحد، اما نخدموا اوتومات، تقعدوا توا تعملوا تحركوا افكار، تعملوا مشاريع وتستغلوا هالاليات هذه. الاليات هذه باش تخدم روحك وباش تخدم ناس اخرين معاك. خاطر مشنا الكل معناتها اللي خلقنا ربي باش نجيو شيف دونتربريز، اما فما اللي قادر باش يكون معناتها باش تخدم روحك وتخدم الناس. اي فهمت؟ باش يكون شيف دونتربريز ولا ثقه. اخزر الحكايه كل راهي ثقه وردوا بالكم، راهو ما ثماش حتى واحد والناس كل بدينا من الصفر. صدقوني والله عندنا من اغنى الاغنياء في تونس بداوا بالصفر في وقت الصعوبات. خليك الجماعه اللي عاملين في الكونتيننتال عندي صديق قال لي توا حاضر غادي، قال لي تنجم تجي الحقيقه من المسؤولين ولا من المنظمين ما اتصل بنا حتى طرف. انا كي قال لي قلت له نطلب السماح وطلبته قدام الكاميرا. في الكاميرا مسجل نطلب السماح منكم. قلت له نمشيوا له. لا مش هو منظم هو مستدعي. هي ليه مش عليك انت، نحكي لك على الطرف المنظم ولا اللي قال راهو استدعيناهم وهما قالوا ما نجيوش. احنا قاعدين لهنا ما اتصل بنا حتى حد وما قالناش معناها يجيو. كان قالوا لنا نجموا احنا ما عرفش 17 واحد يمشيوا 4 معناها يحضروا كمان ويجيبوا. مستعدين مثلا انتم بالتوازي مع مؤسسه الاعتصام البحث فيه الافكار هذه؟ احنا بحث فيها باهي. انت يمكن باش نعطيوك معلومه يمكن انت الوحيده باش تسمعوها منا. احنا اليوم عندنا اجتماع مع 3 باش سيد الوالي عمل لنا لجنه باش يكون فيها حاضر مدير نتاع البي تي اس وبي اف بي ام او وتاع التشغيل ومتاع طلبنا. احنا قلنا علاش قاعدين لهنا، كان ثم مشاريع احنا نجموا مقتنع على خاطر شو اون 2011 احنا حبينا نعملوا دي بروجي. هزينا اوراق دوفيت 6-7 شهور وبعد ترخ وتقلق وتمشي على راحه. بعد مشينا خدمنا في الخواص فينا اللي خدم فينا 3 سنين ولقى روحه على برا. اليوم سامحني حاب نحطك في الاطار المجموعه هذه قال واحد فيهم عمره 35 سنه. فهمتني؟ احنا اللي طرحوه لنا مثلا قلنا لهم كنت باش تخدمونا في الخواص اوكي نمشي معاك الخواص ما بيش بشرط ريكريتمون ديريكت. كي قلنا لهم ريكريتمون ديريكت قال انت كان كاليفي. قلنا لهم اوكي نمشي معاك 6 شهور نخدم انا دومي سالير استاج. كان قال يريقلوا في خدمتي يصير ريكريتمون، سينو بعد 6 شهور باش ما يصيرش مشاكل بعد عامين 3 سنين يخرجك على برا. لهنا هذه تكلاسات على جنب. بالنسبه للمشاريع ونقولوا شوفوا احنا قروان سؤال برك عليه المستثمر الاجنبي والمحلي ما يجيش يستثمر في القروان وبعد لوموا على المعاطله على العمل. قول له علاش ما تحبش انت تستثمر في القروان باش تعيش. لهنا كي نراو احنا المعاملات معناها جينيرال مش الهدف باش يحل مشكله الاخت هذه ولا الخو هذا ولا هذيك ولا ذاك. الهدف كنا باش تنحي الخيمه هذا وتفض الاعتصام. احنا اليوم مرحبا بك انت تحب تستدعوا تحضر معنا ما 3 نتاع العشاء. عندنا لجنه اللي قلت لك في بعث مشروع. شنو الضامن نتاعي انا توا في الاربعينات يعني واحد ما عادش يعني بصراحه ما عادش فما امل الاخر يعني يا خدمه يا مشروع باهي اوكي نمشوا معاكم في المشروع. شنو الضامن نتاع المشروع نتاعي انه باش يمشي؟ شنو الضامن انه المشروع نتاعها انه يمشي؟ انت مشروع داخل في مشروع يسوبو يربح فيه يسوبو لا والمبتدا يعني باش نحن عشنا التهميش وعشنا الخصاصه وزيد ندخل انا في مشروع صديبون ينجح صديبون ما ينجحش. هذه انا واحده من الناس ما ندخلش فيه. اللهم باش ناخذ ضمانات كبيره نحس روحي واني قادمه على حاجه رابحه فيها ومانيش باش نخسر. فهمتني؟ وما تقوليش الضمان انا لازم اختيارك للمشروع هو منطقه صناعيه خاصه
معناتها فيما نقولوا زون اندستريال بريفي نورماليزي دون لي نورم انترناسيونال، معناتها كيما لي زون اللي يتعاملوا في القطرانيه ان شاء الله. قداش تقدم زعما؟ انا نتصورها على الاقل 20,000 على الاقل. هذا وش بيك انت معطل علاش؟ ليله برشا سمعنا بها. والله صارت برشا اعتراضات ناس وكل، ووكلي كي تعلقت في الولايه وكل واحد جابوا اعتراضاتهم ودرستهم الولايه، وان شاء الله طلعوا كل معناتها بقدره ربي في اقرب وقت باش تبدا في الانجاز. هي ديجا في الانجاز نتاعها باش تبدا تستوعب في اليد العامله. وتنجم تستوعب هاليد العامله المختصه هذوما وليدات بالطبيعه. هي شنيا راهي كلها معامل ما اكلي باش تحل، فهمت؟ معامل برشا معامل واكلي باش تحل مش تخدم ناس. هي ديجا باش تستوعب توا اليد العامله نتاع الانشاء نتاع البناء كل شيء. معناها اللي عنده مرمى تو يذهب روحه خاطر تو ما عادش باش يلقى من بعد. عليه ربي يزيد الخير الكل. ربي يزيدنا الخير.